الفيران دابا كلهم كيديروا بحال هكا. مالك مخلوع؟ مالك مخلوع؟ ما تخلع ما والو اصاحبي، غنديولك رزقك بالرجوله. وأنا الليمونة، أنا زيتوني، أنا وأنا كليتوني، أنا الليمونة، يوسف من اعز الناس عندك، الله يحفظك. صافي غير اخي يوسف. احلى ديديكاس للمغاربه اللي خارجين العالم وداخل العالم. رسميا تم عصر الويمينات بنجاح، وتم تركيب الرعب في جمهور القوادس من بعد ما قلصنا النقاط من 4 نقاط لنقطة واحدة فقط. ولكن مع ذلك حنايا الرجويين رحنا لاعبين غير على المركز الثاني. تشوف لك الحياة كيفاش دايرة. الاول ديال العام بديناه باغيين غير مركز افريقي، حتى لقينا راسنا لاعبين على البطولة، سبحان الله. ومن هذا المنبر هذا رسالة للادمينات القهويين، دوك البوستات ديال الضغط ديال 2006 راكم عارفين فين ديروهم. يلا عرفتي شنو غادي دير دابا نتايا؟ راه عليها عاوتاني شي صمت رهيب لتحت. الناس اللي شادين الحساب تقول لنا شحال وصلنا دابا. الرجاء بشعار خو رشيد الوالي، وتم اكتساح 7 ب3. فيديو بعد الماتش غادي ندوي على شنو طرا في هذا الماتش هذا مزيان، فغير خليك معنا من الاول حتى الاخر. صراحه انا بغيتش نفكرك في ديك اللايك، حيت اغلبكم فاش كتربح الراجا كيبلبلوها، وصراحه ما كراهش تزيد تبلبل. شنو علاش شي 10 كدير لي لايك في هذا الفيديو هذا، شي كومونتير لتحت، عيش ليا حياتك المعلم، الراجا رابحه. اما الا كنتي جديد سبسكرايب وزير ديك الصمته وهادشي. يلا بينا نبداو. المدرب جوزيف زيمباور اللي اختار هاد 11 هادو هما اللي بداو الماتش، وعلى ما اظن ان هاد التشكيله كانت متوقعه واغلب الرجاويين كانوا دايرينها في بالهم. وحتى حنا نيت فيديو قبل الماتش جبناها لاصقه كامله. الشبكه زنيتي، ديفونس المقدم خفيف في جناب بولكسوت بالعامر، الوسط زريده المكعازي وبوغرين، والهجوم موهوب والجناب النفاتي وبوزو. الشوط الاول اللي بدا في امان الله، ولكن سنه وقفه احترام لهاد الرجال، والله الا كل الفخر انني انتمي لهذا الجمهور هذا، راه زعما كاينه بزاف ديال الحب. المهم الشوط الاول اللي بدا في امان الله، وصراحه الطريقه باش بدا ما كانتش متوقعه. كنت كنتخيل بركان بديك القوه اللي روجوا ليها شي وحدين زعما كاينه اننا غادي نعانيو معاهم، ولكن صراحه بانوا انهم صغار، وسبب هاد التوهجات ديالهم راه فقط بسبب الفراقي الصغار، وهما اللي نفخوهم بزاف. الراجا 2 دقائق كتسمع اليد زقلوها معلم، الراجا داخله محمره في ديك 3 بوان. من بعد 2 دقائق عاوتاني بالضبط في الدقيقه 5 النفاتي تجات واحد الكره ديال البيت، ولكن للاسف التعامل هو اللي ما كانش صحيح. 10 دقائق موراها لا جديد يذكر، فقط القديم هو الذي يعاد. الراجل بجهدها كامل وبركان تحت شعار طير لي ديك الجلده، وهذا الشيء كيأكد بانهم راهم جايين فقط غير على قبل التعادل. وهذا الشيء هو اللي غادي ياكدوه بزاف ديال المرات. وتاكد انا اليوم راه حنا ما لاعبين ضد نهضه بركان، وانما لاعبين ضد نهضه اتليتيكو مدريد. اما واحد نوير عندهم اليوم ترى عاد تفكر راسو باللي راه حارس مرمى. واحد الماتش كان لعبوا كونتر الجيش كتسمع ليا مابقاش كاع كيعرف يشد في رجلو. 30 دقيقه بالتمام والكمال، وغادي نرجعوا من اللقطه الاولى ديالها باش كل واحد ياخذ حقه. غادي تبدا من عند خفيف يسر الله يرحم لك الوالدين، بسبب بدات هذه اللقطه هذه. بولكسو دخل بها باس في الكاري وسط بزاف ديال الرجلين، بوزوق ولدنا هز تلقات راسها في الشبكه والتقاعد ديال المعلم. هو داك الرجوع اللور راك عارف اشنو غادي دير به دابا. البيت الاول ديال الراجا وفي الشوط الاول يا سلام غادي يخلي الويمينات انهم غادي يخرجوا غادي يقلبوا على راسهم. الراجا من بعد البيت شفنا بان اللعب تبدل، الكره ولات كتشد بركان اكثر ولكن بدون فائده. يا اما من عند نايمار فاطر بالحريره، اولا من عند مبابي فيه 60 كيلو مساكن كيبانوا لي كيتقاتلوا باغيين يماركيو على الراجا. ايوا راه من حقهم لا ماركا، وراه هاد البيت غادي يبقى خدام عليهم حياتهم كامله. ومع الميركاتو قريب كيبانوا لهم الصور ديال الحياه الرفاهيه عند زنيتي. ملخص الشوط الاول وهو ان الرجاء عافط على بركان، واحسن حاجه طرات وهي ان الرجاء غتخرج الشوط الاول ديالها وهي رابحه. الشوط الثاني اللي حتى هو بدا في امان الله، وبالينا بان بركان خارجه كتقلب على راسها. اودي كون عرفوا داكشي اللي تابعهم كره قالوا واحد بركه علينا شدانا نخرجوا عنده. اول طلع الرجاء في هذا الشوط هذا مو هو بوان فيس وان، ولكن بكثره مربع كروه تضاعت لي، ولو ان الحل كان سهل وهو انه رجع البوغرين ويتيريها. دقيقه 58 اسيست النفاتي نقي الموهوب، ولكن موهوب تغلطت لي كره مع البوطو. الرجاء كتقلب على البيت الثاني، واكيد كلشي غادي تفكر السيناريو اللي كان طرا لينا معاهم في الماتش الاول من بعد ما وصلوا حتى الاخر وكسلونا. وصراحه كانوا بزاف ديال الطلعات على سبيل المثال ديال النفاتي ولا
خونا غالبا غادي يكون ضربوا على مصلحته، ولكن تحيه للفار اللي ما مساليش لينا. وبهذا غادي نمشيو حتى الدقيقه 68. كورنير ديال الرجاء، موهوب حطها بالراس خفيف يتعرض لها ضربه تلقات راسها في الشبكه. يا سلام، الثاني في الجيب وبدون صعوبات، ولو ان بركان لاعب اللي هجم ماشي راجل. صراحه احسن حاجه وهي ان خفيف تو ضرب بيت غادي يزيد انه يدخلوا في الاجواء اكثر، ما اصلا هو كيحرر بلاصتو في كل ماتش. الدقيقه 78 جوزيف زيمباور غادي يفكر انه يبدا باول دو شونج من بعد ما دخل الزرهوني وكامارا. الراجا بكره نقيه وبركان عقلها غير في ديك السبعه وكتقول اللهم هاد جوج اولا شي سبعه اخرى. حتى كنشوفوا بوزوق كيجبد عليهم الملاسه، ضربه من عند دياب حتى كتلقى راسها في الشبكه. بيت العالمي المعلم. اجي حتى كيفاش بوزوق غادي يتباع، والله تنكبتوها بالرب. تذكير بوزوق لن يخرج الا في التابوت، احسن جزائري في العالم. الراجع بثلاثه للدص، وهادشي غير كان راجع اللور، اما كون خرجوا يلعبوا معانا كره المخرج كمل الحساب بصباعو. الراجع في 10 دقائق الاخرى ديال الماتش وكانهم داروا واحد الدرس للبركان بطريقه لعب كره القدم على ديك الشوهه اللي داروا لينا مع الزمالك، وصراحه انا متاكد انهم غادي يكونوا تعلموا من هذا الدرس هذا. وهذا الماتش هذا اللي غادي يسالي هنا بابو ثلاثه، ولكن اجي بركان خسرات ما عرفتش كنسمع واحد الصوت ديال البكا في تماره، زعما كاينه صدفه. غادي نمشيو نديرو تقييم اللاعبين، بدايه بزنيتي اللي كيف ما قلنا شحال هذه الدور ديالو راه باين في التشكيله الرسميه، واحسن حاجه وهي انه ما خداش صفرا وحذاري انه ياخذ هذا الطنجه. الديفونس اللي بكل واقعيه بان التاقلم بيناتهم، ودوك الاخطاء اللي كنا كنشوفوا في الاول ديال العام بداو كينقصوا شويه. الأديرة بالعامري تبارك الله يا سلام، بولكسوت هجوميا حتى هو تبارك الله يا سلام. نمشيو للميليو زريدو والمكازي وبوغري ثلاثيه يا سلام. نتوما فين كنتم مخبين لينا شحال هادي يا صاحبي؟ لوجو موهوب اللي بكل واقعيه تقاتل اليوم باش انه ماركي، ولكن كره ما بغاتوش شحال من مره. اما الجناب بدايه بوزوق رجل المقابله شخصيا كيبان ليا، الجنب الاخر نفاتي دار الواجب ديالو وتقاتل، ولو انهم كانوا غادي يصيفطوا لينا مسكين. اما بالنسبه للبدلاء فراهم دخلوا في واحد الوقت اللي اصلا الراجل منفسه، فراه ما غاديش نقيموا الاداء ديالهم من ديك اللقطه. تقييم الفريق كامل اللي غادي نقولهم اللي هما الرجال، والله حتى الرجال. الشعب الخضراء اول عليكم وما خويتوش به. اكيد الاراء ديالكم تنتم مع اللاعبين، فراه كنتسنى في لي كومونتير اي لاعب بان ليك او لا اي تقييم عطيته انا ما عجبكش فهبط حطوا لتحت، واكيد مناقشه غتكون اخويه. ما تنساش تقول لنا معاك رجل المقابله، والزرق ديال الماتش اكيد هو مذكور. كل التركيز على اللي جاي، حنا في واحد المسار اللي خطير ثم خطير. الاهم غادي باش انه يتحققوا حاليا فارق النقاط بين الاول والثاني واللي هو نقطه واحده، يعني اللي زقل في جوج فراقي غادي يتكسر وغادي يضرب العام ديالو كامل في الزيرو. كل التركيز ان شاء الله الماتش ديال 3 كونتر طنجه، ولما لا انا نجيو فيه رابحين ان شاء الله. وهنا غادي يكون وصلنا للاخر، نقول لكم هادشي اللي كاين فيديو بعد الماتش، ومبروك لجميع الراجويين. هذا الرباح هذا صراحه لا غادي يخلي شحال من راجوي اليوم غادي ينعس فرحان، كيف ما غادي يخلي شحال من قهوي انه ينعس مخلوع وينعس كيتنخسس. شوف ما تخلع ما والو، رزقك غيمشي لك بالرجوله.